بتحتار ست البيت شو راح تعمل بالموز لما يكون عندها فائض والولاد مش عم ياكلوه. أنا لما يكون في عندي موز فائض بسوي فيه أو كب كيك أو بسوي فيه كيكة. الطريقة كالتالي: فنجان شاي سكر، بضيف له 3 حبات من البيض، بالإضافة إلى ملعقة كبيرة من الفانيليا، بخفق خفق بسيط، وهنا كمان أضفت له بيضة أخرى. بخلطه على السريع من دون ما أتوتر. بضيف له 3 حبات من الموز المستويات، وبعدين بخفقه حتى يتجانس الموز مع خليط البيض ويصير بشكل كريمي. أضفت له نص فنجان حليب بارد، نص فنجان زبادي أو ياغورت، 100 جرام من الزبدة السائحة. خفقت حتى تجانس المزيج. أضفت له بعدينات فنجان 2-3 شاي دقيق، ملعقة كبيرة من الباكنج باودر. خفقت اتجانس المزيج، صار معاي زي ما انتن شايفات. حضرت أكواب الكب كيك. ما عندكيش أكواب كب كيك بتجيبي قالب عادي، صينية عادية بتدهنيها بالسمنة، الزبدة، زيت، رشيها بالطحين، حطي العجينة بيها. أنا حطيته بأكواب الكب كيك، زينته بالجوز. شغلت الفرن على درجة حرارة 180، بياخذ استواء تقريبا 20 دقيقة صبايا. الطريقة إن شاء الله تعجبكم وصحتين وعافية.